اهل جوزي طبوا عليا فجأة، عملت الفراخ المشوية في 5 دقايق بس. شايفين الجمال؟ تعالوا اقول لكم عملتها ازاي في 5 دقايق بس، وطلعت اكتر من روعة وتحفة كمان. بصوا بقى، انا جبت الفراخ كده وغسلتها كده وصفيتها، وبدات ان انا اجيب يعني على بال ما الفراخ تتصفى بدات ان انا اجيب بصل بقى كتير على قد ما تقدري، لان احنا بنعشق الصوص ده. تمام. مسكت بقى البصل، قشرته وغسلته وقطعته كده وخرطته كمان في الكبه. بطلعه خشن شويه يا جماعه، هي ضربه واحده بس. عايزه اقول لك احلى طريقه فراخ مشويه ممكن انك تاكليها، وسريع جدا. يعني مش شرط بقى انك تتبليها مثلا من قبلها بيوم، وانك كمان تشويها على شوايه، على الفحم يعني، لا. والله العظيم بتطلع اكتر من روعه. مسكت بقى البصل كله على دورين كده زي ما انتم شايفين، لان انا عامل كميه حلوه بما ان في ناس بقى كتير جايين وكده. المهم بعد ما خلاص خرطنا كده البصل في الكبه، هبدا بقى اجيب راس توم قشرتها وحطيتها وغسلتها طبعا، وبدات ان انا اجيب 3 قرون من الفلفل غسلتهم وقطعتهم كده وحطهم في الكبه. وكل ده بقى هضربه برده كده في الكبه، يعني برده ضربه خشن كده يا جماعه، ما بنعمش الحاجه قوي ولا اي حاجه. تمام، ركزوا بس في الحته دي، لان انت لو نعمتيها هتديكي طعم تاني. انا عايزه الطعم ده كمان هيفرق بقى معاكي. الصوص ده ممكن انك تاكليه كده بعيش، فبيبقى حلو قوي. هجيب برده كام حبايه طماطم كده وهناخدهم ضربه واحده كده في الكبه، وهنحط بقى كله كده مع بعضه، البصل والثوم والفلفل والطماطم، كل ده كده هنحطه في طبق واحد بس. وطبعا هنبدأ بقى نضيف البهارات بتاعتنا اللي احنا بنحبها واللي احنا كده متعودين عليها في أغلبية الأكل، وبنحط تركاية كده على الفراخ. يعني طبعا في أغلبية الأكل بنضيف الملح والفلفل الأسمر. تمام. وهنا بقى هضيف معلقة كبيرة كده من بهارات الفراخ. بهارات الفراخ يا جماعة بتبقى حلوة قوي قوي، او معلقتين لكل فرخة معلقة كبيرة. تمام، انا هنا كده حطيت معلقتين كبار مع الملح والفلفل الاسمر، وكمان بصل بودر وتوم بودر وجنزبيل. الجنزبيل ده برده بيخلي ريحته حلوه قوي قوي. ودعكت كل ده مع بعضه وبدات ان انا اتبل الفراخ هنا بقى ببدا ان انا بكون مشرحاها كده كام تشريحه في كل ربع كده من الفرخه، اذا كان صدر او ورك. وهبدا ان انا اتبل كده من تحت الجلد، وهبدا ان انا اغلفهم كده بالورق الفويل بتاعي واركنهم على جنب على بال ما الرز المعمر اطلعه كده من الفرن. وهبدا ان انا ادخل الفراخ بتاعتي. قلت ان هي تتبل لها كده شويه وادخلها في الفرن على طول، لكن انت بقى لو الفرن بتاعك فاضي دخليها كده على طول. المهم يا جماعه قمت جايه طب ما انا عشان ما اضيعش بقى الوقت، احط لها بقى كده نقطه زيت، وابدا ان انا اغلفها بورق الفويل واخدها غلوتين على البوتاجاز. اخد صينيه وبعد كده اقوم جايه مدخلاهم الفرن على طول عشان انجز بس كده في الانجاز. وفعلا عملت كده على طول كده. خدت كل صينيه وحطيت لها معلقه زيت وغطيتها من غير ميه ومن غير اي حاجه. البصل والطماطم والفلفل وكل ده هينزل ميتها وهتشربها. عايزه اقول لكم بعد غلوه واتنين دخليها كده الفرن، وطبعا هتشيل ورق الفويل عشان تاخد بقى لون معاكي، هتطلع معاكي بالروعه والجمال ده كله. مفيش بقى تسلم ايديك في الكومنتات ولا ايه؟